يلا نعمل مع بعض طبق جانبي مش بس يفتح نفسك على الاكل، ده هيفتح نفسك على الدنيا كمان. هنعمل طماطم مشوية بتتبيلة وخلطة كده، يلا بينا نشوفها مع بعض. وانتي داخلة معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركة. اولا هنجهز التتبيلة. عندي حزمة من الكزبرة الخضراء، معلقتين كبار كزبرة مطحونة، ومعلقة كبيرة كمون، معلقة صغيرة من الشطة والملح والبابريكا، و6 فصوص توم لو صغير، اما لو كبير كفاية 4، ومعلقتين كبار عصير ليمون، ومعلقتين كبار زيت نبات. كل ده بقى على الكبة، وهتبتدي ان انتي تضربيهم. عايزاهم ناعمين هتنعميهم، عايزاهم مش ناعمين خالص هتخليهم مجروشين زي ما تحبي. والتتبيلة دي هتكفي معانا حوالي نص كيلو من الطماطم. وهنقطع الطماطم نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هنبتدي ناخد التتبيلة بتاعتنا ونحطها فوق الطماطم. تقدري بقى تسويها في الفرن، تحطيها في صينية وتدخليها على الفرن، او تقدري تسويها زي ما انا سويتها في الاير فراير على درجة حرارة 180. هتاخد معاكي من 15 دقيقة ل 20 دقيقة، وهتطلع معانا بالشكل القمر ده. طبعا طعمها فوق الخيال. هي من فوق مشوية، هي اللون اللي فوق ده مشوي، لكن هي التتبيلة مش ناشفة نهائي، كلها طرية، كلها جوسي في بعضها. خطيرة، جربيها هتعجبك جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى اكون قدرت افيدكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.